يعني. قابلتيش شخصيه اتعرضت للتحرش او انت نفسك ما تعرضتيش للتحرش؟ تحرش مره، مره كنت ماشيه في الشارع عادي ومش عارفه كنت بركب العربيه. قبل ما تبقي ممثله ولا بعد؟ لا قبل ما ابقى ممثله، وجي حد بعجله من ورا كده وراح طراخ بايده. بيحصل ايه للبني ادم؟ بتحسي بصي قعدت حوالي ساعه عندي ذهول، مش مصدقه. اولا مش مصدقه الجرأه، مش مصدقه ايه دي، يعني ايه معناها يعني، وليه، ويعني دي كانت حاجه صعبه جدا. مره برضو تانية فاكره كان اياميها عندي 12 سنه وكانت رجليا مكسوره، وكنت اول يوم افك الجبس، وكنا رايحين الزمالك انا ومامتي وخالي اخويا الله يرحمه كان سايق، ورحنا الزمالك. هم نزلوا يشتروا حاجه وسابوني في العربيه، فلقيت في عربيه فيها واحد عمال يحوم 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 يحوم، وجه جنب العربيه بالظبط ونزل وعمل حاجه كده مش لطيفه. اللي فاكراه ان انا فتحت باب العربيه وبقيت بجري في الشارع ورجليا مكسوره يعني بتعرج كده. لقيت خلي اخويا الله يرحمه جاي من بعيد وانا وقعت في الارض وقعدت اعيط. سابنا في الشارع انا وماما وخد العربيه وطلع يجري يلف على الراجل ده. بس طبعا كان يعني انت شايفه التحرش دلوقتي بقوا بيتكلموا عنه كتير، هل هو زاد في مصر؟ مع ان مثلا من ايام سميره احمد اتعرضت له في فيلم الخرساء، ومع توت توت نبيله عبيد اتعرضت له برضه المعاقين 6 7 8 دلوقتي بدا يتعرض له، بس بدا الكلام عليه كتير دلوقتي. زمان ما كناش بنسمع ده، بنخرج في الشارع بامان، نروح الجامعه نلبس اللي احنا عايزينه. يعني هل انت شايفه ان التحرش كان موجود بس الناس ما كانتش عندها الجرأة انها تحكي؟ دلوقتي الجرأة بقت اكتر ولا وسائل الاعلام اللي بقت اكتر فبقت الحكايه؟ بصي هو كان موجود بس مش بالفجاجه دي قوي، وكان في حرص قوي من الاعلام ومن الناس انها لما تيجي تتكلم بتحفظ قوي، علشان دي كانت دايما تبقى منطقه محرمه يعني ما نقدرش نخوض فيها. دلوقتي الحكايه وسعت قوي، التحرش بقى بشكل رهيب. يعني ايام البنات ما كانت بتنزل تحرير، يعني انا شفت بنت مره متشرحه يعني بمطوه متشرحه من اول هنا لاول هنا. فده يعني اسلوب بقى، حتى مش اسلوب تحرش عادي، بقى كمان اسلوب تحرش عدواني اجرامي. وكمان وسائل الاعلام بتصعد ده وبتكبر، بقت بتقول وبتتكلم. فخلاص الحكايه بقت مكشوفه جدا. يعني اكبر دليل على كده ان احنا النهارده في دبي، وكانوا دايما بيقولوا ان بلاد الخليج ما بتحبش تتكلم حتى الدراما بتاعتهم، بس وان هم بيرفضوا الاعمال بيقصوها لما كانوا بيعملوا مشاهد في مصر. مش قادره اصدق ان انا النهارده قاعده في بلد عربي وبتناقش ده في وسط الاطفال كمان، ناس وللاطفال وللكبار، وبيحكي حكاوي يعني مثلا نماذج. يعني محمد مثلا فوده من المصري اليوم حكى على شويه حكايات البنات اللي مش عارفه لقوا اهاليهم وابهاتهم، والبنت اللي ماتت واتحكم على باباها ومرات ابوها بالاعدام من كام يوم. وانا برضو حكيت حكايه كده كانت عندنا في مصر اشتهرت قوي، كان على حد يعني على معروفه. يعني دلوقتي بقت على فكره القصص دي موجوده، يعني اعتدى على بناته وبتاع، وهو كان شويه يعني متخفي ورا يعني ستار الدين للاسف. فيعني حاجات. ريهام سعيد بتحاول تجيبهم كتير، بقوا يتكلموا دلوقتي عندنا. ريهام هايله لانها بتمس كل حته، كل منطقه بتلعب فيها، وسبحان الله بقى مقبول جدا من الناس، لان الناس بقت عايزه تفهم بقى، عايزه تتكلم، وما بقاش حد بيخاف، وده لا ما بقاش حد يخاف دلوقتي خلاص. لا